فتنة عظيمة تشير إلى اقتراب الساعة، بل هي أعظم فتنة في التاريخ، شغلت الجميع وسيطرت على عقولهم كلما سمعوا عن أحداث النهاية وعلامات الساعة، لتكون أبرز هذه العلامات وأكثرها جدلية في ظهور المسيح الدجال، والتي تعني النهاية. يقال إنه تربع على عرش إبليس، فماذا عن المكان الذي سيظهر منه؟ وكيف ستكون هيئته؟ وهل سيظهر حقا أم أن تلك المسألة من الخرافات التي لا أصل لها؟ ظهوره يعد من علامات الساعة الكبرى، حيث يظهر في آخر الزمان فيدعي الألوهية ويفتن الناس. أما عن سبب تسميته بالمسيح فله 3 معان: أولهم لأن عينيه ممسوحة، أو لأنه يقطع الأرض في زمن قصير، أو لأنه كان يمسح على الناس فيشفيهم من أمراضهم. كما سمي بالدجال لأنه يكذب على الناس وينشر بينهم أفكار الكذب والدجل بدون دليل أو حجة، كما يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية إلى أن يهلكه الله. وصفه رسولنا الكريم بأنه رجل ضخم البنية مجعد الشعر، له عين طافية والعين الأخرى عليها جلدة، في قوامه انحناء، ومكتوب بين عينيه كلمة كافر. يمكن لأي مسلم أن يقرأها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. فيتعرض البشر لأشد الفتن التي قد يتعرضون لها منذ أن بدأت الدنيا، لأن المسيح الدجال سوف يأتي بعدد من الأمور الخارقة العجيبة التي سوف تبهر الناس وتحير عقولهم، مما يجعلهم أمام امتحان كبير يختص بدرجة إيمانهم بالله تعالى واتباعهم لرسول الله وتصديقهم له. أما عن مكان خروجه فيخرج المسيح الدجال من أرض خراسان من المشرق مارا بكل الأراضي، ويقوم بدخولها ما عدا مكة والمدينة، لأنه توجد على أبوابهما ملائكة تحرسهما منه. وفي النهاية يغلب المسلمون، ثم يتبع اليهود المسيح الدجال، ويكون عددهم 70,000، ويسير بهم في الأرض مشرقا ومغربا ما عدا مكة والمدينة، ويكون أكثر أتباعه من النساء واليهود، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان مطرقة. ولكن كيف ستكون فتنته؟ في الحقيقة فتنة المسيح الدجال هي فتنة في العقيدة، حيث إنه يدعي النبوة، وسيكون من أهم مهامه ابتعاد الناس عن دينهم ودعوتهم للإيمان به، ولكن بأشكال مختلفة من الفتنة. فسوف يكون له نهران، واحد منهما به جنة والآخر به نار، ولكن جنته سوف تكون جحيما لكل من يدخلها، وناره سوف تكون نعيما للمسلمين. وسوف يذهب للأعرابي ويطلب منه أن يشهد بأنه ربه إذا أحيا له والديه، فيوافق الأعرابي ويتمثل والداه له على شكل شياطين يأمرونه باتباع الدجال فيتبعه، كما يمر بقوم فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، ثم يصدقه الناس. فماذا عن نهايته؟ ينزل المسيح الدجال على دمشق بالمنارة الشرقية تحديدا، فتمر جيوش المسلمين عليه ليقتلوه وأعوانه، ثم يقتله سيدنا عيسى عليه السلام ويخلص الناس من فتنته، بعد أن يظل في الأرض 40 ليلة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيدركه عند باب لد فيقتله. والمعروف أن باب لد هي قرية عند بيت المقدس في فلسطين المحتلة، وفيها تنتهي محنة الدجال، لتأتي بعدها العلامات الكبرى إلى أن يأذن الله لنهاية العالم. فاللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، ونعوذ بك من فتنة القبر وعذابه، ونعوذ بك من فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.